الصدمة. انهيار منظومة الطاقة بالمغرب صار وشيكا بعد أن أوقفت إسبانيا إمدادات الغاز نحو المملكة لمدة 4 أيام كاملة، لتكتشف حينها الرباط أن مدريد جادة في خفض إمدادات الوقود الأزرق بسبب الضغط الذي تشهده محطات التجديد حاليا، ما يدفعها للعودة إلى عصر الفحم الرخيص. وتتوارى دون خجل خطابات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر خلف مداخين الفحم. المغرب العالق في مأزق هشاشة قدرات التخزين والاحتياطيات الاستراتيجية الضئيلة للغاز يلهث خلف سراب الانتقال الطاقوي متناسيا اعتماده على 95% من احتياجات الغاز من الخارج، وأي خلل في نظم التوريد سيؤدي إلى زيادة الضغوط على قطاع الكهرباء الذي ارتفع اعتماده على الفحم بنسبة 5% العام الماضي دون أي توترات جيوسياسية. وأي تأخير في تأمين الشحنة البديلة من الغاز الطبيعي ينعكس مباشرة على كفاءة تشغيل المحطات ويزيد من الاعتماد على الوقود الأقل تكلفة والأعلى انبعاثا. قبل أن يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته خلال الربع الثالث من العام، يجد المواطن المغربي نفسه يدفع ثمن صراع يبعد عنه ب5,000 كيلومتر، ويتساءل كيف لحرب في قلب الشرق الأوسط أن تؤثر بشكل مباشر على سلة مشتريات ربة منزل في الدار البيضاء أو وجدة. سؤال يفضح فشل سياسة حكومة المخزن في استشراف مستقبل الطاقة والرهان على مسار واحد للإمداد، والزج بالبلاد في صراعات تعيدها إلى طاقة العصور الوسطى. العودة إلى الفحم والحطب هي الحقيقة المرة التي تفاجأ بها المغاربة خلال الأيام القليلة الماضية، بين تتجه أزمة الطاقة في المغرب إلى مزيد من التعقيد بعد التقارير التي كشفت عن تراجع إمدادات الغاز القادمة من إسبانيا وقطعها لمدة 4 أيام، ما دفع الرباط إلى العودة مجددا للاعتماد على محطات الفحم لتأمين جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء، في مؤشر واضح على هشاشة منظومة الطاقة المغربية.